ما تتعلمش حاجة جديدة. سمعت صح، لو كل ما مشروع يقع تقول اتعلم اكتر يبقى غالبا انت بتهرب. في حاجة غريبة بتحصل معانا في المشاريع، انت ممكن تعمل مشروع شغال 100%، اللوجيك صح، الكود مظبوط، بس اول ما يتعرض اللي قدامك مش مقتنع، وساعتها اول رد فعل بيجي في دماغك انا محتاج اتعلم اكتر. المشكلة اننا اتعودنا نخلط ما بين حاجتين، ان المشروع شغال وان المشروع واضح. في فرق كبير، المشروع شغال يعني بيعمل الوظيفة بتاعته، لكن المشروع واضح اللي قدامك فاهم هو بيحل ايه وليه وهيساعدنا ازاي. واغلب الوقت اننا بنبدأ تنفيذ قبل ما نوضح الفكرة. اللي عايز اقوله ان الحل سهل، مش محتاج انك تبقى عبقري ولا محتاج منك تولز تقيلة. الحل غالبا خطوة بسيطة جدا، توقف 10 دقايق وتخلي الفكرة تتشاف قبل ما تتنفذ. بس في ناس هتقول انا ما عنديش وقت، انا لازم ابدأ بسرعة، هظبطها وانا شغال. وده طبيعي، انا كنت بقول كده. انا في الورشة حصل معايا دي كتير، اكون متحمس لفكرة وابدأ تنفيذ من الصفر، قص، تجهيز، تركيب ومقاسات، وبعد ما اقطع جزء اكتشف ان تفصيلة صغيرة كانت لازم تتحدد من الاول. النتيجة تعديلات، وقت ضايع، واحيانا فلوس اتصرفت على حاجات كانت ممكن تطلع صح من الاول. نفس السيناريو ده بيتكرر مع اي حاجة، سواء سوفت وير او هارد وير. ممكن تعمل ابلكيشن شغال والنتيجة تطلع كويسة، بس اللي قدامك بيسأل طب ده بيحل ايه وهتستخدمه فين؟ ساعتها المشكلة مش في الابلكيشن، المشكلة ان الفكرة نفسها مش متقدمة بشكل واضح. عشان كده بقيت ماشي بقاعدة بسيطة جدا، تحليل بسيط، تصميم بسيط جدا يخلي الفكرة تتشاف، بعد كده التنفيذ، وساعتها التعلم هنا بيبقى في مكانه الصح. لما تكون الفكرة واضحة بس الأداة هي اللي واقفة في طريقك، يبقى التعلم هنا استثمار مش هروب. تتعلم أي تول هتساعدك مهم جدا، بس التعلم في الوقت الغلط بيضيعك. التعلم الصح بعد الوضوح مش قبله. لو حابب نكمل السلسلة ديت وتشوف ازاي بنحول الكلام ده لحاجة عملية، تابع صقر ميكس، لأن اللي جاي هنبدأ في التنفيذ الحقيقي خطوة بخطوة.